هذا العراب ديال حريه التعبير والديمقراطيات وانشاء، واخا قال لنا يجب ان تحدث الفوضى في الدول العربيه، ومن بعد غادي يجي الديمقراطيه هي اللي شفناها دابا في مصر، الديمقراطيه هي اللي شفناها دابا في ليبيا، الديمقراطيه هي اللي شفناها دابا في تونس. الثورات الاوروبيه في القرن 19 ما كانتش حركات احتجاج بالمعنى اللي كنستعملوه دابا، كانت انفجار حضاري ضد نموذج كامل ديال السلطه ديال الوجود. واوروبا في ذاك الوقت كانت محكومه بواحد المنطق ديال تولتي فقير غادي تموت فقير، تولتي بلا لقب ما عندك حتى شي قيمه، والملك هو المختار من عند الله، كنيسه كتبارك لك القهره. هذا النظام هذا ما كانش غير سياسي، هذا النظام هذا كان معنى كيقول لبنادم شكون هو والحدود ديالو. من خرجت الثورات خرجت ماشي باش تبدل الحكومه ولا باش تهرس واحد القاعده ديال التحكم في الحياه، لا، نفس الشيء اللي وقع في الربيع العربي. الانظمه العربيه ما كانتش غير استبداديه، كانت واحد الانظمه كتقول لبنادم راك ماشي فاعل، راك راعيه، راك غير رقم، السياسه ماشي شغلك. الربيع العربي كيف ما كتسميوه نتوما جا في هذا المعنى طايح، ما بقاتش القصه خبز وبرلمان بوحده، ولات القصه ديال كرامه واعتراف بالادميه ديالك. مولاي هشام، أترضاه لنفسك؟ ما راعيتي العمومية، ما راعيتي جدكم محمد الخامس طيب الله تراه، ما راعيتي الوليد مولاي عبد الله يرحمه، ما راعيتي الحسن الثاني، ما راعيتي انت راه واش انت كتفكر مزيان. دابا ندخلوا في هذيك ما يقال عنها المسكي. الحقيقه اللي كيتهربوا لنا بزاف ديال التحليلات هي انه الثورات الاوروبيه فشلت في البدايه بنفس الطريقه وبنفس العنف. فرنسا دارت ثوره، رجعت امبراطوريه، رجعت ملكيه، دارت ثوره اخرى، دارت كومونا، تسحقات بالدم. طاليان فشلت، الالمان فشلت، بولونيا تسحقات، الاف الاعدامات، نفي، مجاعات، حروب داخليه. الفرق هو ان اوروبا كانت عندها تراكم زمني كيخليها تفشل بالتكرار اللي فشلات به بلا ما يدمر لا اقليم لا حتى شي حاجه. كيف ما هو العالم العربي ما عندوش، نتوما تسميوه عالم عربي، ما عندوش هاد الرفاه هذا. اي خلخاله كتدخل فيها قوى اقليميه دوليه، لحقاش المنطقه مركز ديال الطاقه، الدين وممرات استراتيجيه، يعني نفس المسار ولكن الضغط مضروب في 10. والفرق الاخر اللي كنتفق فيه مع مولاي هشام واللي هو خطر الصراحه هو ان اوروبا الثائره كانت كتواجه واحد السلطه محليه واضحه، اما الربيع العربي كيواجه واحد الشبكه ديال السلطات، نظام داخلي، مصالح خارجيه، نخب اقتصاديه، وبعض المرات حتى المجتمعات حتى هي كتكون خايفه من هذاك التغيير. هذاك الشيء علاش النتيجه ما كانتش يا ثوره يا ديمقراطيه، كانت تفكيك بحال بغيتو تسميوه بطيء لواحد الشرعيه، سميوها شرعيه بغيتو ولا كرهتو، كانت زوينه، كانت خايبه كتبقى شرعيه. هنا فين عاوتاني كنتفق مع مولاي هشام في النقطه المفصليه المهمه، هي حتى انه فاش فشلت الثورات الاوروبيه ما عمر الشرعيه القديمه ما رجعت نقيه. نفس الشيء اللي كاين دابا في اي نظام عربي، رجع بالقوه، رجع بلا شرعيه نفسيه، الخوف كيبقى ولكن الايمان كيطيح، وهذا الشيء تاريخيا خطر من اي مظاهره. الربيع العربي ماشي كوننا فاشله من الثورات الاوروبيه، ولكن كوننا مرحليه، اللي قلتو مرحله اولى من نفس المسار، ولكن في زمن مضغوط وفي واحد العالم متوحش. اوروبا احتاجت تقريبا شي قرن باش على انها تنوض من الملك راه الخيال ديال سيدي ربي للشعب هو المصدر ديال السلطه. العالم العربي كيف ما كتسميوه نتوما دخل في هذا الصراع بحال قلتو سودان فجاه، بلا وقت، بلا هواميش، في ثمن دموي غلا من ديالو ديال اوروبا، ولكن واحد الحاجه مشتركه ديالهم في الكونانه ديالهم كامله اللي ما كيرجعوش فيها التاريخ. ملي البنادم كيشكك في حق السلطه تحكم فيه، هذاك السؤال ما كيموتش، كيتقمع، كيتسكت، كيتدفن، ولكن كيرجع قوى وبشكل اذكى. وباش نكونوا في الكونانه ديالنا صريحين مع بعضياتنا حتى الاخر زعما، اللي فشل في الربيع العربي، اللي فشل ماشي الربيع العربي، اللي فشل هو الاعتقاد ان التغيير كيجي خفيف سريع نقي. اوروبا علمتنا العكس، ولكن كنقراو التاريخ بالنهايه ديال الفيلم ماشي من البدايه ديالو. الشعب كيمشي المختار، الناس زوينه، الناس خايبه، الناس اللي بينو غي مح مح مح. الا لوبي